بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح كنا عندنا محاضرة اونلاين، وسط المحاضرة اكتشفنا كده، وكان في بنت برضو اكتشفت حاجة معينة في الرسمة. طبعا مش اللي هي موجودة قدامي، هي الرسمة دي كده قدامي ما فيهاش مشكلة، اللي هي كونتاكتور ما فيهاش بلف عاكس، المروحة تشتغل مع الضغط، فباخد خارج الكونتاكتور على الضغط والمروحة على طول، ما فيهاش اي حاجة كده، صح مليون في المية. طيب التغيير بقى والنقطة او الكومنت فين بالظبط؟ لما كان في بلف عاكس، وكانت المروحة الوحدة الخارجية بتاخد من الكارت على طول، ما بتشتغلش مع الضغط. طيب فين بقى الرسمة ديت، وايه بقى الايرور اللي كان موجود؟ ادي طيب الغلطة كانت فين؟ طبعا انا بقول غلطة، كنت باخد الخارج بتاع الكونتاكتور بدخل على الضغط، باخد الطرف هنا النيوترال ده بغذي بيه المروحة، وبغذي بيه الريفرسنج فالف البلف العكس. تمام، وده غلط. ليه؟ لان لما كنت بشغل الدايرة بتاعتي في وضع التدفئة كنت بشغل البلف العاكس الاول. طب البلف العاكس هيشتغل ازاي الاول وهو واخد من خارج الكونتاكتور؟ ما هو خارج الكونتاكتور ما فيهوش كهرباء، لان لسه الريلي ما لقطش الايه، الضغط. انا عايز اشغل الريفرسنج فالف ده لوحده الاول، وبالتالي لازم اخد النيوترال بتاعي ثابت قبل دخول الكونتاكتور، يبقى هو ده ثابت. ونفس الكلام المروحه، اللي ممكن اشغل المروحه، افصل المروحه وتبقى بعيده عن الكنترول بتاع الضغط، صح؟ لان انا واخد اهو، بص واخد من الكارت على طول، يبقى اقدر اشغل وافصل حتى لو ضغط شغال او مفصول. يبقى الكلام ده هيتم الكنترول ازاي؟ لازم يبقى النيوترال بتاعي ثابت قبل دخول الكونتاكتور، او كهرباء ثابته بالنسبه للنيوترال، تمام، اللي هو الطرف الان. فاحنا بقى في الرسمه اللي احنا كنا عاملينها كنا واخدين الان ده مع الان ده مع الان ده، واديته ايه؟ خارج الان اللي طالع من الكونتاكتور. دي طبعا تبقى غلط. طب في رسمه ثالثه موجوده، لما يكون معايا المروحه الوحده الخارجيه تاخد من خارج الايه، الضغط على طول، كان الشكل بيبقى عامل ازاي؟ طبعا بقوم عاملها بالشكل ده، يعني الضغط والمروحة الاتنين واخدين من خارج الكونتاكتور. ادي اهو، ادي النيوترال رايح للار ده ورايح للار ده، والسي هنا وهنا اديتهم لاين، تمام. اما الريفرسنج فالف او البلف العاكس خد نيوترال ثابت، مفيش كنترول عليه من الكونتاكتور، خد قبل الكونتاكتور او داخل الكونتاكتور. طبعا هنا بيبقى في اطراف مشتركه كذا بنزل انا اقدر ادخل فيه هنا في دخول الكونتاكتور وخارج الكونتاكتور. يعني بقوم جايب ده مع ده مع السلك اللي جاي من رقم واحد، ادي واحد اتنين تلاته ومدخلهم هنا، تمام. يعني هنا مش بعمل هنا الكوبري بالشكل ده، هنا في كذا بنز اقدر اقوم مدخل فيه. نفس الكلام هنا، بدخل ادي واحد وبدخل ادي اتنين، اللي هو السي بتاع ده والسي بتاع ده، تمام. وهنا نفس الكلام بدخل واحد واتنين اللي هو بتاع الار ده والار ده، باخد ده وده ومدخلهم على خارج الكونتاكتور. دي نقطة كانت مهمة جدا احنا لو بالنسبة للكونتاكتور، تمام. اما بالنسبة اللي احنا كنا شغالين ريلي ما فيهوش اي حاجة، الرسمة ما فيهاش اي مشكلة، زي الايه، زي الفل، ما فيهاش اي حاجة. هي مشكلتنا كلها كانت في رسمة الكونتاكتور، وحاول اي حد خد الرسمة مني يحاول يعدل الطرف اللي هو النيوترال اللي احنا عملناه. بس كده كتنويه في تعديل في الرسم للناس اللي شغاله ورايا، فحاول ايه تعدل ايه وتعمل ابديت للرسم ان شاء الله. شكرا جدا، اتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.